اهلا بيكم في مطبخ لين. النهارده هنعمل مع بعض البقلاوه او الجلاش الحلو. يطلع مقرمش ولونه حلو من جوه ومن نص مستوي ويفضل مقرمش لاخر واحده من غير ما يطرى. هنحتاج لفه من الجلاش طبعا موجود في بابليكس او وولمارت، ونغطيه كده بفوطه علشان ما ينشفش. والصينيه بتاعتنا طبعا مدهونه، ومعانا تلت كوبايه من الزبده النباتي الدايبه، ممكن تستخدموا اي نوع زبده او سمنه. والحشوه بتاعتنا انا استخدمت عين جمل وسوداني وشويه صغيرين من الزبيب. انا بخليهم مفرومين بس خشن مش ناعم قوي عشان نحس بطعمهم. هنحط عليهم معلقتين كده من عسل النحل وشوية من الفانيلا. العسل هيمسك الحشو علشان واحنا بناكله ما تقعش من الجلاش، والفانيلا بتديله ريحة حلوة، وممكن كمان تحطوا مية ورد. هنبتدي ناخد الجلاش بتاعنا ورقتين ورقتين، وبعد كده بنحط الزبدة السايحة بتاعتنا. انا ما بحبش الجلاش الحلو يبقى عالي قوي، فانا هحط 7 ورقات من تحت و7 ورقات من فوق. لو عايزينه اعلى من كده ممكن تزودوا لحد 10 ورقات من تحت و10 ورقات من فوق. الصينية دي كان مقاسها 13 في 9 انش، مقاسها مظبوط قوي مع نوع الجلاش اللي احنا بنجيبه من الوالمارت وبابليكس. وزي ما قلنا بنحط ورقتين وبعد كده ندهن بالزبدة ونحط ورقتين كمان لغاية ما نوصل لنص الكمية، وبعد كده نحط الحشوة بتاعتنا. لازم تغطوها كويس بالزبدة وتفرشوها حلو بالفرشة علشان الورق يتحمر، ما يبقاش لونه فاتح وهو بيستوي. الزبدة هي اللي هتخليها تتحمر وتورق. وتقريبا مقدار تلت كوباية الزبدة ده هيبقى كفاية قوي لصينية الجلاش. حطينا بقى الحشوة بتاعتنا ونضغط عليها بايدينا كويس كده علشان ما تخرجش واحنا بنقطعه او واحنا بناكله. وبعد كده هنكمل بقية كمية الجلاش بنفس الطريقة. حاجتين مهمين قوي ناخد بالنا منهم في الجلاش علشان يطلع حلو ومقرمش. اول حاجة التسوية بتاعته لازم يبقى على درجة حرارة 180. لو عليته النار عن كده هيتحمر من فوق ومن تحت ومن النص، هيبقى لونه فاتح وبعد كده هيبتدي يطرى وطعمه مش بيبقى حلو. فخلوا درجة حرارة الفرن على 180 أو 350 فahrenheit، وهياخد تقريبا من 40 ل 45 دقيقة. خلوه في الفرن لغاية ما يلون خالص من غير شواية. بعد كده هنقطع الجلاش أي طريقة تحبوها. طبعا احنا سخنا الفرن قبل ما نبتدي في صينية الجلاش، هي ما بتاخدش وقت خالص. وهندخله الفرن حوالي 40 أو 45 دقيقة. تاني حاجة مهمة في الجلاش هي الشربات بتاعه لازم يكون تقيل. حطينا كوباية من السكر على نص كوباية من المية وعليهم معلقة من الكورن سيرب. وبعد ما يغلوا كده 4 دقايق هنطفي عليه ونسيبه يبرد أو يبقى فاتر خالص قبل ما نحطه على الجلاش بتاعنا. السيرب لو خفيف أو سخن هيخلي الجلاش بتاعكم يطرى. جربوا الجلاش بالطريقة دي وقولولي رأيكم. Thank you.